بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن فواصل اللي في السور أو فواصل التمدد. طبعا فواصل السور زي ما احنا عارفين إنه ما تزيدش عن 12 متر في أبعاد السور بين فاصل وفاصل، يعني ما يزيدش عن 12 متر. ده بالنسبة لفواصل السور. طبعا معانا فواصل المبني. طبعا فواصل المبنى تبدأ من 30 متر ل 45 متر. طبعا المبنى غير السور كقطاع وكارتفاعات يعني وكده. فطبعا ابعاد السور ما يزيدش الفاصل عن يعني مثلا بايك 2 3 اهو في 4 متر، يعني ب 12 متر، ما يزيدش عن 12 متر. دي بالنسبه للفواصل بتاعت السور. وطبعا هنا الفاصل ديتي زي ما انتم حضراتكم شايفين، ده فاصل زاوي اهو. طبعا جاي من هنا الصوره اهو، هيبقى في فاصل هنا وهيبقى ماسك للطرف كده، وهيبقى في فاصل تاني برضو للقطوع كده زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا هنا معانا فاصل برضو بوري لحضراتكم، ده فاصل المبني الرئيسي. طبعا اهو لازم بيتحط فيرر بورد ما يقلش عن 2 سنتي من ناحية المبنى هنا اهو، بيبقى فاصل عن المبنى نهائي. طبعا هو متركب هنا في الميدي الفيرر بورد زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده بالنسبة للسور، ده بالنسبة لفواصل السور زي ما حضراتكم شايفين اهو. وطبعا ده عمدان الفاصل اهي، عمودين فواصل هيبقى هنا طبعا جاي في البيم زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي يعني ما تقلش عن 12 متر اهو زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا هنا في فاصل للاخر هناك اهو زي ما حضراتكم شايفين. وده بالنسبة كان فيديو بالنسبة للفواصل التمدد اللي هي في السور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.